الحين الريان من بدايه الموسم وهو في رتم تصاعدي، صح ولا لا؟ في هذه الاسماء غابت الاسماء هذه، غابت عنها بعض الاسماء، ريكاردينيو يوم جاء عادل لامي وبعض الاسماء وتالقوا بعد. انا قاعد اقول لك من منظور المباريات الماضيه، بغض النظر الحين تحكم عليها بعد المباراه، لكن الحين حاليا من اللي راح يفوز بسرعه؟ من راح يفوز بالاسماء هذه؟ الفريقين. العدسة لاحظت تصاعد الحوار بين الاثنين بشكل قد ينذر بانفعالات، فحاولت التدخل لتهدئة النفوس. ساعة قلت لو على الورق وما فازوا بيكون خلل في وين؟ لا انت قلت لو على الورق وما فازوا في خلل في التشكيل. من اللي حاط التشكيله هذه؟ انت اللي كاتبها بيدك. ما ادري بك، انا ما ادري بك. لا هو معلق المباراة وراح يسألهم. نعم انا جايبها من الرجال ذاك اتوري، باولو اتوري. حط الكاميرا على يدي. باولو اتوري هو اللي جايب. من اللي يفوز بسرعه قول لي؟ الفريقين. قسما بالله. ايه اسمع، انا اول مره اتوقع، يعني انا اعرفك انك انت رجل صريح جدا، هالمره انت قاعد ما تعطي اجابه. قال لي من يفوز؟ الفريقين. انا اعرف ليش قال الفريقين، لان اليوم هو منسق المباراة. اي عشان كذا نظر. لا 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 ما عليه، بس انت رجل بقول رياضي، لك اسمح لي اسمح لي، رجل رياضي ايه تقول انا الحين لو سالني انا معلق مباراه، ايه انا اتوقع الريان. نعم وانا انا اتوقع الوكره. ها؟ اتوقع الوكره. ليش ما قلت من اول؟ منو؟ لا انا عشان احسك. لقاء الوكرة والريان كان زوبعة داخل ملعب كروي، بدأها مشعل والهاجري وحركها جاسم التميمي وأنهاها عبد العزيز العبيدلي بكلام من ذهب. لأنه رياني وقالوا لي بعد بنجر، يعني ما أدري شنو إشكاليتكم مع الحكم. لا احنا ما في اشكاليه، هذا حكم وفي الاخير مثل ما قلت لازم نتقبل قرار الحكم، والحكم هذا سيد الملعب، فاذا صارت اخطاء فهذا فالحكم، فاحنا نقول في الاخير هذه الحكم اللي موجود هو حكم قطري، واحنا ان شاء الله نسند الحكم القطري ونتمنى له التوفيق. فاذا كانت هناك اخطاء فالاخطاء ان شاء الله في منهم موجودين هناك، الاخ بدر بلال وايضا الاخوان في المجلس، فهم احق بانهم هم يقيمون، لان احنا يمكن نقيمه من داخل الملعب، فهم يمكن تكون اعصابهم اهدى، تكون فهم يشوفون الاخطاء اكثر ما احنا نشوفها. فنتمنى ان شاء الله كل امنياتنا، نقول احنا لنادي الريان الف مبروك واحنا في ملعبنا، ونقول لهم اذا حدث اي سوء فهم سواء كذا كذا فاحنا في الاخير راح نبقى اخوان، ونادي الريان نادي كبير ونحترمه، وسواء ادارته ولاعبينه وجماهيره.